ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه. عايزه القناه تكبر بيكم ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنعمل ستريبس. طيب عشان نعمل ستريبس هنحتاج لبوله ونص كوبايه من الميه. طبعا الميه دي هترجع على حسب الكميه اللي بتعمليها. حطيت نص كوبايه من الميه وهنزل عليها ب 7 بهارات وملح، فلفل اسود وبابريكا اهو. ودي البابريكا، وبابريكا دي خطوة مهمة في الوصفة دي. تمام، هنقلبهم كده مع بعض خالص. اهم حاجة بالله عليكم ما تنسونا في اللايك والاشتراك في القناة كده ان شاء الله. عايزين القناة تكبر كده طيب ايه، وهنجيب معايا هنا صدر فرخة. تمام، انا كان عندي فرخة فخليت اللي طلعت منها الصدر وخليت الوراك. تمام، هنقطعها صوابع اهو، وما تبقاش صوابع يعني ما تبقاش خفيفة قوي عشان ما تتحرقش وتنشف. خليها تبقى صوابع محملة شوية اهو. نقطع كده اهو. نقطع كده نقطع كل الكمية اللي معانا. تمام، وهنزل بيها بالبولة اللي فيها المية والسبع بهارات والبابريكا. تمام، وهنا هنحط معلقة من الخل. يفضل ان احنا نسيبها ليلة كاملة. عايزة تسيبيها من ساعة 2 3 براحتك، ولكن انا سبتها وعملتها تاني يوم اهو. نخلي البهارات تدخل في الفراخ بتاعتنا كده عشان يبقى ليها طعم من جوه. تمام، انا هحطها في التلاجة وهستخدمها كنت تاني يوم. طيب عشان نعمل الكفر الخارجي للستريبس هنجيب دقيق. لو عايزه تحطي له نشا حطي دقيق، والبهارات اللي احنا حطيناها في الفراخ من الاول هنحطها على الدقيق. تمام، هاخد قطعه من الستريبس وهقلبها بطراطيف صوابعي وهنزل بيها بميه. يفضل تبقى ميه ساقعه فيها تلج. تمام، دي كانت ميه ساقعه وهرجع بيها في الدقيق تاني. هديها تغليفة كذا مرة عشان تدينا اللي هو ايه الشكل المعرجن ده اهو. وطبعا هنزل بيها على زيت غزير يكون متوسط الحرارة اهو، عشان تستوي معانا من جوه كويس خالص. لو عايزة تخلي الكفر كتير يبقى هتنزلي فيها الاول بميه وبعدين بالدقيق وبعدين بميه وبعدين بالدقيق، يعني تعملي الخطوه دي مرتين 3 لو عايزه الكفر يبقى كتير عليها. انا استكفيت بمرتين بس. وعلى فكره شوف الصدر الفرخه رمى معانا قد ايه، وانا كمان مش هعمل كل ده، يعني انا هعمل على قد ما دلوقتي هنتغدى عشان يعني يبقى سخن وكده، وخليت الباقي عملت منه يعني في وقت تاني اهو. هنزل بالمية وبعدين هرجع بالدقيق تاني
وهنغلفها بدقيق كويس خالص اهو، وهنزل بيها في الزيت. ادي شكل الستريبس بتاعنا، وزي ما قلت لكم انا ما عملتهوش كله. شايفين لو كان لسه سخن اصلا ما كنتش عارفه امسكه كويس. عمل معانا كميه حلوه جدا اهو. وطبعا مش هنطلعه على مناديل المطبخ عشان ما يطرش معانا. اول ما هنطلعه على شبكه سلك، تمام، عشان ما يطرش معانا على مناديل المطبخ. اهو شكله تحفه.